يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، تذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك سلام، يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت على نبي، وبذكري الجلالة، يا ليلى وصلت. السلام عليكم البنات. اليوم عندنا واحد الوصفه لذيذه بزاف، غريبه شويه على المطبخ ديالنا صراحه. واحد الاكله عصريه ولذيذه بزاف وزوينه وبسيطه في نفس الوقت. عندي مكعبات ديال الدجاج، صدر دجاج واحد 300 ولا 400 غرام تقريبا ديال مكعبات الدجاج. كنديروا ليهم واحد البصله موين، درس ديال الثومه كبير، وهذا سكينجبير طري. سكينجبير طري تنحكوه واحد سنتيم تقريبا، وعندنا الملح حسب الكميه اللي عندنا ديال الدجاج، وعندنا تابل الكاري. تابل الكاري ضروري في هذه الوصفه. والمكون اللي هو زوين بزاف وغيعطينا واحد اللذه رائعه لهاد المكعبات ديال الدجاج، هو الحليب الكوك. الحليب دكوكو، الحليب دكوكو تيتباع في لي سوبر مارشي، تيتباع عند مالي الحوانت، موجود في كل بلاصه. شريو الماركه اللي بغيتو. المهم هذا غير حك صغير، يعني كونتيتي قليله، غير شي وقيله 160 مليلتر ولا 165. والكريمه من طبيعه الحال ديال الطبخ اي نوع بغيتو. دابا غادي نبداو كيفاش غادي نطيبوا هاد الوصفه. سهله بزاف بزاف وكتوجد بسرعه. كنحطوا ديك البصله ديالنا مكعبات مقطعه رقيقه، والثومه حتى هي معها درس كبير ديال الثومه، درس مزيان. كنشحروها في واحد 2 معالق كبار ديال الزيت العاديه. بغيتو تستعملوا الزبده استعملوها بحال بحال. ايوا مع الكريمه ومع حليب الكوك حتى هو ميدم، يستحسن نديروا شي حاجه خفيفه بحال الزيت يعني النباتيه. غادي نزيدوا داك شويه ديال سكينجبير طري محكوك، يعني هذه وصفه صحيه صحيه بامتياز، بلا ما نهضروا على اللذه اللي فيها. اللذه اللي فيها راه ما نقولش لكم، يعني راه وليداتكم يحماقوا على هذه الوصفه، وانتم علاش لا، كبير وصغير يبغيها. انا بعدا كتحمقني وكتعجبني بزاف. انا الحاجه اللي طاحت في جنب البوطه كنحيدها. المهم كنشحروا البصيله ديالنا مع الثومه والسكينجبير، كنشحروهم مزيان. خاص ديك البصيله شويه تهبط بحال اللي تذهب، نقدروا نغطيوها. ها نتوما من بعد ما ذهبات غادي نزيدو دابا التابل ديالنا ديال الكاري، واحد نص معلقه صغيره او معلقه صغيره ملحوسه، يعني ما عمرهاش مقببه. المهم على حساب انا الكميه اللي عندي قلت لكم ديال الدجاج. انا عندي ما بين واحد 300 ولا 350 غرام، الا ما بلغناش وقلنا 400 غادي تكون واحد 350 غرام، ما عبرتوش، ولكن هادشي اللي كاين. واحد 350 غرام ديال الصدر ديال الدجاج. يمكن لينا نديرو الديك الرومي، صدر الديك الرومي يمكن لينا، وي مي الصدر ديال الدجاج تجي ألذ. كنزيدو وكنحركو، كنخليو هذاك الدجاج يشرب لينا ديك الدغميره، ويشرب لينا ديك العطريه وديك البصيله والزويته اللي دايرين. نتوما كتشوفوا كيمص هذاك الدجاج او مكعبات الدجاج، كتمص لينا هذاك العطريه والقوام اللي درنا. كنخليوهم يزيدوا يتشربوا العطريه اللي درنا فيهم مع التحريك من طبيعه الحال باش ما تحرقش لنا العطريه. والا كانوا الطريفات ديال الدجاج عندنا غلاظ شويه، نقدروا نزيدوا واحد جغيمه الماء غير شويه فين يطيب الدجاج، لان صدر الدجاج غير دغيا كيطيب.
نقدروا نزيدوا واحد الجرمه د الماء. بحال دابا انا غادي نزيد واحد جغيمه الماء يزيد يطيب فيها الدجاج، حيت مكعبات اللي درت شويه غلاض، يمكن لينا نقطعوهم نقل من هذا الشيء الا بغينا بطبيعه الحال. فانا دابا غادي نغطي عليه ونخليه يزيد يطيب. المهم هو في المجموع واحد 6 ولا 7 دقائق كيكون واجد وطايب، لان كتعرفوا الصدر ديال الدجاج دغيا كيطيب. المهم كيتشرب لينا ديك الميها صافي وها هو واجد. انا غطيت عليه وخليته نشف، شرب ديك لاصوص اللي كانت، يعني المياه اللي درت. هانتوما كيف كتشوفوا بقات هي الزويته. ايوا دابا طاب لينا هذاك الدجاج، غادي نزيد عليه الحليب د الكوك. هذيك الحليبه د الكوك غادي نخويها عليه. ما ذكرتش لكم الملح، انا راه درت الملح في الاول منين درت البصله، درت الملحه. هذه راه يعني شي حاجه معروفه، الملحه ضروريه لان هي اللي كتعدل لينا الذوق. فانا درت دابا الحليب د كوكو، قلت لكم في ديك لابواط فيها 165 مليلتر، يعني نقول 160، ما كاملاش ربعه، ما كاملاش اكثر من نص ربعه بواحد شويه. ودابا غادي نزيد الكريمه الطبخ شحال ما بغيت، واحد 3 د المعالق كبار او 4. حتى الا ما عندكمش الكريمه تقدروا ديروا غير الحليب، ولكن بالكريمه كتجي احسن. وإلا درتوا الحليب ديروا واحد المعلقه صغيره ديال النشا، ولكن تخلطوها مع الحليب باقي بارد وعاد تخويوها، غتجيكم مزيانه. ايوا دابا كنبقاو كنحركوا حتى كتختار، ومني كتختار كتعطينا هذا القوام هذا اللي كتشوفوا دابا. هذه هي النتيجه ديال الوصفه اللي طيبت لكم، هي هذه. شوفوا كيفاش دايره ديك لاصوص، كتجي معلكه. اما الرائحه والمذاق ما نقولش لكم، واحد الرائحه في المطبخ رائعه جدا، كتشهي عن بعد. يعني اللي شمها يقول لك والو بغيت نذوق. زوينه بزاف كتجي، ما تردوش انكم ديروها، راه هي جميله جدا 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 وصفه. انا غادي نرافقها بالقرعه الحمراء المعسله. هاد القرعه الحمراء غندير لكم عليها واحد الفيديو، لانها معسله وطايبه بواحد الطريقه اللي كتخليها لذيذه بلا ما تبان فيها العطريه لا حتى شي حاجه. كيبقى اللون ديالها جميل جدا كيف كتشوفوا. يا ليلى وصلت